عايز احكي لكم على اول مره خدت فيها الفيزا الشنجن، عشان تعرفوا ان الموضوع صعب جدا، بس لو عملته صح ان شاء الله تقدر تاخدها بمنتهى السهوله. انا كنت في سنه 23 وكنت عايز اخد فيزا شنجن، فلما دورت عرفت معلومه ان لو قدمت على الفيزا الشنجن او فيزا امريكا او فيزا كندا او اي فيزا تقيله يعني على باسبور ابيض بنسبه كبيره جدا هترفض. وانا كان عندي هاجس كده ان انا مش عايز اترفض، عايز ان شاء الله من اول مره اقدم اخد الفيزا على طول. فسافرت 4 مرات لدبي، في مرتين في سنة 23 في آخرها شهر 10 وشهر 11، ومرتين في 24، واحدة في شهر يناير وواحدة في شهر مارس. اللي في مارس دي كانت 3 أيام. بس كنت عايز أحط على باسبوري شوية أختام، حتى لو لنفس الدولة مش مشكلة، بس أبقى مش رايح اقدم على فيزا شنجن بباسبور ابيض. وبعدين في الفتره دي الجنيه المصري ما كانش ثابت، كان عمال يحصل له شويه مشاكل كده، والدولار عمال يعلى يعلى والذهب بيزيد. فانا زي اي حد ما كنتش عايز اشيل فلوس يعني كاش في البنك، عشان خاطر كل يوم قيمتها بتقل. بس برضو مع المذاكره عرفت ان لازم اعمل كاش في حساب بنكي قوي لاخر 6 شهور. فرحت حاطط مبلغ في البنك، واستنيت 6 شهور قبل ما اقدم. يعني انا دلوقتي عايز اقدم على فيزا الشنجن، سافرت دبي 4 مرات، ودلوقتي مثلا سيلت فلوس، كان معايا حاجه بعتها وخلاص هحط فلوسها في البنك، هروح اقدم على طول؟ لا، رحت حطيت الفلوس في حسابي في البنك في شهر تقريبا واحد، عشان في شهر 6 اقدم على الفيزا الشنجن. جيت في شهر 6 عشان ادور على ميعاد، لقيت الدنيا زحمه جدا في السفارات ومفيش مواعيد خالص، لان كان وقتها بيتلعب بطوله اليورو 2024. فلمده شهر كامل كده في اوروبا كومبليت مفيش مكان، لا في فنادق ولا في سفارات ولا في اي حاجه، لان كل العالم بيروح هناك عشان يقضي بقى ايه الاجواء بتاعه الصيف ويتفرجوا على الماتشات وحاجات كده. فقلت خلاص انا هستنى بعد الشهر ده ما يخلص ان شاء الله اقدم، الاقي ميعاد واقدم على الفيزا. بعد ما البطوله خلصت وتمام وانتهت يعني، لسه بقى بفكر، قلت خلاص انا هروح اقدم، لقيت اولمبياد باريس بدأت بعدها بشهرين تقريبا. فكده معناه اني مش هينفع اقدم شهر 6 ولا 7 ولا 8 ولا 9، لان الاولمبياد كانت تقريبا بتخلص في 9 على حسب ما انا متذكر. فبرضه كان نفس القصة، الدنيا زحمة جدا في أوروبا ومفيش مواعيد في السفارات، وخصوصا إن الدنيا صيف، فالناس كلها أو أغلب الناس يعني بتسافر أوروبا في الصيف. فقلت خلاص استنى بعد الأولمبياد. بعد ما خلصت قعدت أدور على ميعاد فترة طويلة جدا عشان ألاقي، مفيش. وفي الآخر خالص أنا كنت خايف من سفارة ألمانيا، لان دي اول مره اقدم شنجن، فكنت حاسسها يعني من الدول اللي هتبقى رخمه في موضوع التقديم. بس ما كانش قدامي حل بقى. لقيت في اخر شهر 12، يعني انا بدات حطيت الفلوس في البنك في شهر يناير 2024، لقيت ميعاد في سفاره المانيا في شهر 12 2024 اخر السنه. فقلت مش مشكله، خلاص انا هتوكل على الله واقدم وزي ما تيجي بقى، لان انا بقالي كتير قوي مستني، وموضوع قيمه الفلوس عماله تقل لان انت حاطط بقى مبلغ في البنك ما بتستخدموش، فالدولار عمال يزيد. كان وقتها لما انا حطيتهم الدولار ب 30 جنيه او ب 31 جنيه، لحد ما قدمت كان الدولار بقى بحاجه و50. فعلى حسب ما انا فاكر برضو يعني، لما قدمت لسفاره المانيا تقريبا كان 15 12، وفضلت بقى قاعد مستني من 15 12، فضلت قاعد مستني شهر كامل عشان اعرف عشان اعرف رد السفاره عليا هيبقى عامل ازاي. بس الحمد لله جات الفيزا وخدتها. كانت 3 شهور دخول متعدد، وليا جوه الدول الشنجن 30 يوم، لان في فرق برضو لازم تبقوا فاهمينه ما بين صلاحيه الفيزا وما بين مده اقامتك جوه الدوله. الصلاحيه دي بيبقى مثلا بيقول لك خلال 3 شهور من يوم 15 يناير ل 15 ابريل، انت ليك ال3 شهور دول تقدر تخش وتخرج من منطقه الشنجن بالفيزا دي. طب ليا مده قد ايه بقى جوه البلد؟ بيحددها لك بقى اسبوع اسبوعين 3 على حسب، بس الحمد لله انا كان ليا شهر في 3 شهور ودخول متعدد، ودي اول مره، فطبعا دي برضو كانت حاجه كويسه ان هي اول فيزا ليا يعني.
والحمد لله خدتها وسافرت المانيا وهولندا اول سفريه. وبعدين كانت اسبوع سفريه المانيا وهولندا. وبعدين لما رجعت سافرت بعدها بشهرين تاني. نسيت اقول لكم على حاجه. فاستلمت الفيزا بتاعتي الحمد لله بالقبول في يوم 8 يناير او 10 يناير حاجه كده، بعد ما قدمت ب 25 يوم. فعشان الاقي بقى تذاكر مناسبه وسعرها مش غالي، حجزت بعدها بحوالي 3 اسابيع طيران ذهاب وعوده. ففعليا انا اول مره فكرت في الفيزا الشنجن كان في شهر 8 2023. اول مره سافرت 2025، يعني بعدها بحوالي سنه ونص من التحضير. بعمل كشف حساب بنكي، بعمل تاريخ سفريات، بعمل ورق الشغل بتاعي، بتعلم انجليزي، برتب نفسي لكل التفاصيل دي عشان اعملها صح، عشان ما اترفضش. لان انا كنت عارف نفسي لو قدمت واترفضت من اول مره كنت هكتئب وممكن ما اقدمش تاني، وخلاص الفكره بتاعه التطوع والسفر وصناعه المحتوى دي اشيلها من دماغي خالص. بس الحمد لله يعني انا عملت اللي عليا وربنا كرمني. والحمد لله بعد كده قدمت كذا مره والحمد لله خدتها. بس ما زلت برضو مزنوق في المدد القصيره، لاني كل مره بقدم لسفاره مختلفه. يعني تاني مره قدمت على سفاره الدنمارك. وبعد ما قدمت كل الناس صحابي اللي عرفوا ان انا قدمت على فيزا الدنمارك قالوا لي انت مجنون. الدنمارك ما بتقبلش، حتى لو اخوك عايش في الدنمارك مش هتقبلك. دولة صعبة جدا ورخمة جدا في الموضوع. بس الحمد لله الحمد لله اخدتها برضو. ربنا برضو كرمني بيها يعني. واخر مرة قدمت كانت لسفارة فرنسا والحمد لله برضو اخدتها برضو شهر. فدلوقتي انا كل اللي شاغل دماغي ان انا حتى لو مش هسافر قريب ان ما اقدمش لسفاره تانية. عايز اقدم على سفاره من السفارات اللي انا خدت منها الفيزا قبل كده عشان خاطر اخد مده اطول. لان انت لما بيبقى لك سي في في نفس السفاره قدمت اكتر من مره وخدتها وسافرت والتزمت بالقوانين ورجعت وما عملتش اي مشاكل، بيحسنوا موقفك ان هم بيدوا لك مدد اطول. كذا حد قبل كده قال لي ملهاش علاقه، انت لو بتقدم سفارات مختلفه برضو بس طلع الكلام ده مش صح للاسف. لان كمان مثلا في اول مره قدمت في المانيا ادوهاني صلاحيه 3 شهور وليا شهر جوه الدوله. المره اللي بعدها لما قدمت للدنمارك ادوني الفيزا شهر، صلاحيه شهر، وليك شهر جوه الدوله. يعني هو انا السفريه بتاعتي لازم تبقى جوه شهر واحد، ما ينفعش اقسمها على اكتر من شهر. تالت مره اخدتها من فرنسا 45 يوم وبرضه ليا شهر. فالموضوع مش صح ان انت تقدم لاكتر من سفاره. فان شاء الله يعني الاحسن ان انا افضل اقدم على نفس السفاره عشان كل مره اخد مدد اطول. بس هي دي قصه اول مره خدت فيها فيزا شنجن. ولو اي حد محتاج اي نصيحه على التقديم للفيزا الشنجن يبعت لي وان شاء الله هبعت له كل التفاصيل والنصايح اللي اقدر اقولها لكم يعني عشان ان شاء الله تقدموا وتتقبلوا من اول مره.